ما يصير كذا يا احمد السويدي، اعطوا الحريه في مساحاتك الله يحفظك. هذا واحد. اثنين، يا اخي انا معطي الحريه، انا اشوف انا جاي بمساحتك، انا معارض، ما في فشل. كم المبلغ؟ تدري كم المبلغ حق الحوكمه ولا لا؟ وش دخل المبلغ؟ انا اتكلم عن العمل. العمل، هل انت الحوكمه تعلمني المبلغ كم هو؟ 5 مليون في اباء و7 مليون في الف، والنصر في اباء. يعني المبلغ كم كامل؟ يا اخي ايش علي من المبلغ؟ انا جاوبني يا احمد السويدي، كم المبلغ كامل؟ 5 مليون ونص. فدا يبيع ابو حازم محل اسباكه ويعطيك اياه يا سويدي، لا تغثنا. فدا لا تغثنا يا ابو سلطان، بنبيع محل اسباكه يا ابو سلطان. لا ما على كيفكم، هذا حق من حقوق النصر. 5 مليون ونص شلون يضيعونها بالعمل الفاشل؟ الا فشل، هذا فشل في العمل بالاداره ادى الى عدم تاهيل النصر للحصول على الحوكمه والحصول على مبلغ 5 مليون ونص. على كيفك انت ابو حازم ولا على كيف ابو خليفه تقول فداء؟ ما يحل ابوكم، هذا حلال نادي النصر. اللي صار النصر نادي النصر ملكك، كيفك تصرف فيه. نادي النصر ما هو ملك لك ولا ملك المسلي ولا ملك احمد الغامدي. اكيد ان قارة خشب عنده وجهه نظر، لازم نعطيه حقه بالمايك. انت بتدفع من جيبك انت سوبر الراوي؟ انتم تاكلوا مطاير اسمعني انت وياه، اسمعني يا احمد السويدي، صح تجيكم تذاكر وتجيكم ذا، بس هذا الشيء ما تدفعون انتم في المحاكمه ولا بتخسرون ريال واحد. النصر عنده ملايين ومستعد يتصدق على نصف الشعب. سلامات. طيب ما قلتها امس ابو حازم، ما قلتها. بس اسمع سويدي يا اخي انت تلعب علينا يا سويدي. مره تقول لنا النصر واسس واداره وعمل وجلد امنا قبل 3 شهور، الحين تيجي تقول لا مو على كيفكم، هذه حقوق النصر. اي فاشل. طيب يا والله انت الفاشل يا نواف، اصمت مالك دخل بالنصر. نواف دخل نواف بالموضوع الحين. من اللي تتكلم؟ ايش دخلني انا؟ كلمه قسم بالله اقلقتوا مخنا يا ولد. ابو خليفه انا ايش دخلني انا؟ طيب انا انزل من المايك. ايش دخلك؟ اسمع شوف ابو حازم بكره يفتح مساحه ينحادي يا ابو خليفه، ما عندك ويناقش الحوكمه. ابو خليفه هلا او تكتيب الحياه اذا ما عندك صلاحيه. اي والله العظيم يا ابو حازم قسم بالله قلبك ياكل. واحمد السويدي جالس يرفع ضغطنا بالطريقه دي، يا ليتني بس. عموما يعني احترم نفسك ابو خليفه وتكلم عن جماعه الفضل، لان اصبعك ابو حازم هذه اخطاء اداريه عادي اذا واحد بينها يعني للجمهور، ما فيها شيء. طيب حقت كنو كريري وقافكم سنتين وقافكم سنه وغرامات وذا. سمعت رايي في الموضوع. طيب انتم الحين يوم تخرجون ترجون بالحوكمه يعني ما عندكم مشاكل. كل العقوبات الموسم هذا على الهلال والحوكمه انتم الف هنود حنا. سمعت رايي في الموضوع ولا ما سمعته؟ لا تجي كذا. لا اجل لا تقيم النصر يا اخي، احنا ما نطلب من الانديه الاخرى تجي تقيم نادينا. انا برضو انتقدت عمل كنو واللي صار بكنو زي ما انتقد. عشان كذا الهلاليين زعلانين عليك. زي ما انتقد احمد السويدي. كجمهور لك حق تنتقد شيء شفته غلط تقوله بكيفك، حرام. انتم خلوكم في النصر، الهلال لا تدخلون، خلوكم في النصر. لا خلنا بناديك. دام على المايكات خلنا بناديك، نهرج بناديك. نزلت على المايكات هرجنا بالنصر. يا ابو خليفه نلتزم بالعنوان يا ابو خليفه. لا تلتزم بالعنوان، مالك دخل فيها. دقائق الاتحاد، انا اتكلم عن الاتحاد. طيب عطنا ابو عمر المدلي تجيبوه هنا بالمساحه، عطوه شريك. خلينا نشوف الاخت نور الهاجري بعد اذنكم يا اخوان. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. لحظه نور. طيب بس وش رايكم يا جماعه؟ طالما الان احنا نتحدث عن الشأن النصراوي والاتحادي في مجال الحوكمه، انا اتمنى يكون على المايكات نصراويين واتحاديين، مع احترامي طبعا للاخوه الهلاليين. يعني اتمنى اذا كان احد عنده راي مو الان، لانه لما نطلع نتكلم عن الهلال ما عندنا مشكله. بعد اذنكم يا اخوان معليش، ابي فقط نصراويين واتحاديين لانه الشأن نصراوي اتحادي. طيب نرجع الى موضوع الحوكمه، بما انه معنا الخبير الفني في الاداره والاعمال الاستاذ ابو حازم، والرجل ضليع في مثل المواضيع والاستشارات القانونيه والاداريه. والله خبرته نزل خبرته محلات، محلات، خبرته محلات، سباكه. وين يجيب الله اني داري وجه السباك. 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 الله اني داري وجه السباك.
طيب خلينا نشوف ابو ركان والله ما ادري ايش سالفه الحكم، يقول ايش الحكم يحسب حد المعزه ولا شيء. ابو ركان وحيه. هلا والله انت تتكلم بش الاداره يا وسلطان. هي انا كمان قعدت من النوم وماسك معي على احمد الغامدي ما ابي بنادي النصر، الناس كلها ضدي يقول لا شو معرفك انت لهالسوالف. هي قضيتين اللي وقفت الحوكمه، قضيه جوليانو ما خلص النصر وقضيه حمد الله، هي اللي وقفت الحوكمه على النصر يا ابو سلطان. من قال لك؟ هذا اللي احنا نعرفه. لا ما في عرف، ما في كلام. هذا اللي نعرف، هذا اللي نعرف. اعطني فصل لي التفصيل يا اخوي. سبب اسمعني. عدم حصول النصر على الحوكمه هي قضيتين نعرف. قضيه جوليانو وقضيه حمد الله، هذه هي باختصار يعني. ابو ركان وبكلم هلا، ممكن تذكر لي وش النقاط الرئيسيه اللي تبنى عليها الحوكمه الاداريه؟ اول لا تعقد هذا، يلا خلص الثانوي براشيم وغش اللي عند ابو جدافي، ولا تدهور لك سؤال يا ولد. لا لان هو يقول لي الان اسباب فشل النصر بتحقيق الحوكمه قضيه جولاني وقضيه حمد الله. انا بساله الان عن النقاط الرئيسيه. طيب انا اقول لك وش اسباب فشل النصر من الحوكمه ابو سويدي، وما تكتمني ما اكتمك وما تنزلني. انت اسباب الفشل لانه انت منبجد للاداره بنهايه الموسم، وانت اللي صوتك كان ظاهر وطالع، وانت الان تجي تقول الاداره والاداره. ليش من اول انت ما قلت عمل اداره سيء وكنت معنا؟ طيب نجحوا يا ابو خليفه. ما نجحوا يا رجال، ما نجحوا حتى بالاول يا ابو فريح. يا ولد هذا اول مره يصيروا غير مؤهلين يا ابو خليفه. ابو سويدي كان يقنعنا بوهم والله العظيم. ابو سلطان يا ابو فريح لا بس دقيقه كان يجلدنا جلد. ابو فريح كان يمسك المساحه. ابو خليفه انا معك، بس اسمع دقيقه. نادي النصر السنه الماضيه بالربع الاول والربع الثاني والربع الثالث والربع الرابع كله مؤهل وخذ الحوكمه. السنه هذه الربع الاول غير مؤهل، فكان احمد السويدي الموسم الماضي كان يتكلم ويقول النصر حصل على الحوكمه وكان كلامه صحيح. السنه هذه طيب يعني معناته كلام ابو ركان يعني معناته كلام. طيب يعني في الخلل وشو؟ قضيه جوليانو وفي توري اللي طلعت ابو فريح. هل هو اكيد القضيتين هذولي؟ اكيد يا اخي اكيد عليه التزامات ماليه يا اخي النادي. شو الكلام هذا؟ يا اخوي علمتك انا سبب المشكله عدم حصول النصر على الحوكمه. ها ايوه قضيه هذه موجوده، هذه انديه اشوفها. هذه قدعنا من راسك ولا فيه كلام على يا اخوي هذا شرحها موجود يا مسلم، كيف تطلع تتكلم من راسك؟ لحظه يا ابو يا اخوي هنا عن شرحنا لك ابو ركان يا اخوي دقيقه يا سويدي. سالتك سؤال يقول الاستراتيجيه، اسمع الاستراتيجيه والقياده، اداره والتشغيل، الالتزام والتحكم والرقابه، الاداره الماليه، الانشطه التسويقيه والفعاليات. مشكله نادي النصر وقفته واحده، القضايا الخارجيه اللي وقفت عن النصر. هذا من يقول الكلام هذا يا اخي انا قاعد فلسفه تقول احمد السويدي عليك كيف فتح فلسفه. انت منين تقرا الكلام هذا؟ انت الحين اسالك انا ايش فيك زعلان؟ انا علمك سبب عدم حصول نادي النصر. كيف؟ عدم حصول النصر على الحوكمه قضيتين عنده، قضيه خارجيه، قضيتين خارجيه. اي نعم، جوليانو وحمد الله. الله يا بركة انك وفي توريا بالاستئناف من الشروط اذا خليت احد من الشروط هذه ما تجيك الحوكمه. طيب دقيقه يا ابو ركان، يعني الفرق اللي غير مؤهله كلهم عندهم قضايا خارجيه صحيح؟ يعني الاتحاد ما عنده قضيه خارجيه يا ابو خالد؟ انا اسال الان بتجاوبني انا اتكلم على الثاني، لا تسالني عن الاتحاد، تسالني عن النصر. انا اسال الفرق المتبقيه اللي غير مؤهله. انا ما يدخل فيها، ما ادري. طيب لحظه ابو سلطان بالجدول حق الحوكمه اللي نزل اللي انا قريته اليوم، وفيه هلاليين داخلين عليه كثير يقول تحداك تتكلم عنها انه النصر ما حقق الحوكمه. مكتوب هذا الكلام اللي قاله ابو. طبعا هي عده نقاط من ضمنها هذه الالتزامات الماليه. النصر عنده التزامات ماليه وقضايا،
ومحكوم عليها زي حقة جوليانو لازم يدفع فترة زي كذا، حقة فيتوريا لسه بالاستئناف. ففي بعض الأندية عندها نقاط أخرى ومشاكل ثانية غير إنها قضايا لعيبة ولا غيره. الاتحاد إحنا عارفين إنه عليه قضايا ب122 مليون وطلعت للسطح الرياضي وما حد تكلم عنها وساكت. ففي مثل التعاون في أندية ثانية صفر ما حققت، مثل النصر عندها مشاكل ثانية ما ندري وش هي. أنا ماني متابع للتعاون وغيره، لكن أنا اللي أعرف إن النصر قضية جوليانو، قضية فيتوريا، قضية حمد الله وموجودة بالفيفا. فمو بشرط أن النصر يحقق الحوكمة وعنده هذه المواضيع. ترى خلينا ناخذها نقطة علشان شوف احنا بنتكلم كلام منطقي، ما هي قضية انه واحد يقول لي والله بسبب القضايا. انا اعرف انه طيب انت عندك شك انه النصر اداريا فاشل؟ حاليا في انا بسألك لحظة بس تكفوا. بركان بس سؤالي ابو سويدي ابو سلطان، انت عندك شك انه النصر اداريا فاشل؟ على الورق ناجح لكن بالفعل فاشل. طيب انت اللي كنت تمدح لنا نفس اللي يعملون الان، نفس اللي يعملون الموسم الماضي، نفس الاشخاص، نفس العمل، انت اللي كنت تمدحهم. واذا هو فاشل انت كنت تدعم فشل. يوم كنا نقول لك يا احمد السويدي تدعم فشل كنت تقول لا، نقول لك الفاشل ما يدعم فاشل كنت تقول لا يا ابو خليفه. يا ابو خليفه انا شوف صراحه اسمح لي بس لحظه يا ابو، خليني اجاوب. انا مو نحكي لازم ابو خليفه عارف التكتيك الصناديد هذا، عارفه زين. شوف ابو خليفه، ابو سويدي كان كلامه واضح وصريح. السنه الماضيه كان النصر يقلل من الديون وكان يطول العمر يمشي وفق الحوكمه، وكان بل على مدى الموسم كامل الربع الاول والثاني والثالث والرابع نادي النصر مؤهل. طيب والنصر لما اخذ الكفاءة المالية، طيب والنصر لما اخذ الكفاءة المالية قبل شهرين صفر قبل شهر ونص صفر. طيب ما عليه ديون. صح. طيب احنا ما قلنا شيء الحين. انت الان انت قاعد تتكلم يعني عملوا ناجح. طيب خليني شوف دقيقة ابو خليفة. انت الان تتكلم زين، انا الحين انتهى الموسم الماضي بخير وبشره، انا الان بديت سنه جديده. انا لما اجي الحين هذا اول ربع انتهى، نادي النصر غير مؤهل للحصول. لا اخذت الكفاءه الماليه انا وسجلت لعيبه يا اخي. انا ادري اقول لك لا اصبر يا ابو فرع لا تاخذنا بالدوكه، هي ما تاخذ بالدوكه الا تاخذ بالدوكه وبالقوه المفرطه كمان. ابو ركان نسولف عن التاريخ، عن مزاين ومرقيبه، هنا خذ ولد شريك والله حتى مو متحدث شريك. نسولف عن حوكمه والله انك ما تدري منين هي هابه. يا ابو خليفه حنا نتكلم الان النصر غير مؤهل للحكم، اتركنا من الكفاءه الماليه. حنا نعرف انه الرمز طق بصدره وقال نادي النصر ماليا انا اقف خلف الاداره وما راح تكون في اي معوقات ماليه، وللحينه كفو ويقول ويطول ابو فهد. هذا نقطه اتركنا منه، ولا هي مصدر يعني هوجاس للنصراويين. لكن انا اتكلم لك الان انه الان حنا الربع الاول نادي النصر غير مؤهل، هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه نادي النصر فشل في الفئات السنيه من 2012، ونادي النصر ما شاء الله هو اللي كان يصدر المواهب بالدوري، وكان هو يعني اللي يكوش على كل شيء. السنه هذه حتى تشوفوا انت ضيعت اسمه الفرشان وتشوف تغريداته انقذوا الفئات السنيه. نادي النصر بالالعاب المختلفه رايح. انت شايف قبل 3 ايام فهد بن نافل رئيس الهلال منزل تغريده انه 42 ميداليه ما بين ذهبيه وبرونزيه وفضيه ما بين الفئات السنيه والالعاب المختلفه، هو الرقم 1 على مستوى المملكه. فحنا نتكلم اداريا وضع ترى عادي ابو خليفه، خذ واعطي. الان انا بسالك انا ابو فريح، دامك تقول انا وانا هابه، علمني شاف النصر ايش الاسباب اللي خلت نادي النصر، وش الاسباب ما خلت النصر ياخذ الحكم؟ انا قاعد ابغى احد ينيرني بالموضوع هذا. علمتك انا. طيب علمتك. لا ما اخذ منك والله، معليش بركه ما اخذ منك. ليش طيب يا اخوي لا تاخذ منك بالتاريخ فقط لا غير. اصبر لا بركان اصبر يا بركان. طيب ده منك ما تاخذ من ولا من بركان يا اخي. ادخل يا اخي انت على الحوكمه وقر يا اخي، شوف الالتزامات الماليه من ضمن الحوكمه ولا لا. انك تجي يا ابو فريح تفتح مساحه وانت ما عندك معلومه، يعني اجي حط يعني يجيك واحد تثق فيه يعطيك معلومه تصدقه وخلاص تنتهي. طيب دقيقه يا ابو خليفه انت بركان دقيقه بالله صبر موجوده علشان نستنير باراء الجميع. انا اقدر اجيب الشمري واخليه حل الفني، اقدر اجيب ناس فاهمين ومطلعين على نقاط الحوكمه وينورون الشارع الرياضي. هي طيب ابو فريح لننقل المعرفه عبر المساحات. موجوده النقاط موجوده يا ابو فريح. دقيقه يا بركان دقيقه يا جماعه. فيها الاعلامي متعب العواد كتب تغريده وبعدين مسحها، تمام.
كتب فشل النصر في تقييم الحوكمة للربع الأول والحصول على 7 مليون. بعدها حذفها وكتب نتعجب من نتائج الحوكمة في وزارة الرياضة لبعض الأندية. لاحظ توجه وزارة الرياضة، ما قال متأخرات ولا علينا التزامات. وكتب عدم إعلان إيرادات في الميزانية بالإضافة لقضايا التي سجلت ضدها وصدور أحكام قضائية ملزمة في الدفع محليا ودوليا، ومع هذا تحصل على كامل الدعم، يقصد الأندية الثانية. هل نجد إجابة مهنية؟ أنا قاعد أسألكم قبل شوية يا أبو خليفة أنتوا وأخوي أبو ركان، أقول هل في أندية ثانية تعاني مثلنا واللي هم غير مؤهلين، ولا في حاجات ثانية؟ الآن متعب العواد تكلم فيها. علشان كذا أحمد السويدي يأخذ على عاتقه أن تكون مساحة سرمديات نبراس للعلم والثقافة والمعرفة. أبو خليفة يحب أنه دايم طيب لحظة أنا بسألك، يعني أنت تثق يعني متعب العواد الحين كلامه منزل؟ ما هو منزل يا أبو خليفة، وأنت كلامك ما هو منزل وأنا كلامي غير منزل. طيب يا أبو خالد وش السالفة؟ أنا أعطيك يا بعد قلبي أنه هو كتب فشل النصر في تقييم كذا بحكم أنه يتكلم عن الإدارة فشلها، فجأة حذف وتكلم انها مجرد ايرادات وانها مجرد وزاره الرياضه. يعني اي شيء يصير في مشكله في نادي النصر على طول نحذفها وزاره الرياضه. لازم عندنا ادعاء المظلوميه ذا في نشبها في اي لجنه في اي وزاره نشبها. ليش ما نقول الاداره يا ابو خليفه انتم الشباب ترى عادي جدا؟ ليش ما تكلم واقول نعم غلط؟ ابو خالد الاداره غلطت يا ابو خليفه. ابو خالد طيب اوكي لحظه اصبر. طيب الاداره خلينا نقول الاداره غلطت، هل هذا الاداره الحين يوم غلطت الغلط هذا الغلط كلف على النصر الشيء الكثير بيمنع النصر من تسجيل ولا بيمنع النصر من مشاكل ولا بيسبب للنصر؟ ليش مكبرينها؟ طيب يا ابو خليفه طيب وشو مكبرينه وشو فاتحين مساحه ودازين ام النادي جل صل على محمد. طيب اللهم صل وسلم عليه. ممتاز. تسمح لي اجاوب؟ انت الان تتكلم عن الخطا اللي صار، تمام؟ وخطا جدا سهل وبسيط. طيب الاخطاء السنه راحت تراها متراكمه يا ابو خليفه، ما هي بوليده اليوم يا ابو خليفه يا ناس. طيب الناس قاعده تشتغل، طيب الناس قاعده جتها مصايب، جتها قضيه جوليانو الخارة هذا، جتها قضيه عبد الدينار هذا، جتها قضيه فيتوريا ابو جبل وفيتوريا. طيب لحظه انا بسالك، هل قضيه جوليانو مسؤول عنها مسلي؟ لا ادارات قبل. جاوب انا بكل صراحه. اجاوبك. فيتوريا ادارات قبل. شو اسمه اللاعب الثاني هذا عبد الدينار ومشاكله. من هو ابو جبل؟ لا مو ابو جبل. ابو جبل ما بيقول اسمه يخسي مع ابو جبل. ما اللي يقول خلوا يا ناس اسمعني يا ابو خالد. ابو خالد يعني هذه كلها يا ابو خالد برا اداره مسلي حلو. الرجل جاء لقى عنده مصايب جبل قاعد يحله ويشتغل، واللي كان يقول هذا الكلام لنا يا ابو خالد صاحب المساحه الاستاذ احمد السويدي كان يسجل لك الموسم الماضي. ابو خليفه انا اعترف الان بخطا بسيط الاداره قاعده تشتغل بخطا بسيط عشان عليها الاحبال واجبدها جل واجب المشانق لها. احسنت. انا ترى من الناس اللي بلغت ابو سلطان، وتراني من الناس الموسم اللي راح تراني كنت ضده وبقوه. الرجال الان شاف الدنيا تغيرت في تصحيح، لا يقعد يثبت على حاجه. الواحد يعرف ان الوضع كذا تغير. طيب بذمك يا ابو خالد احمد السويدي من بدا الموسم فتح مساحه قال في تصحيح ولا مدح النصر؟ السلام عليكم. عليكم السلام. فتح. طيب وش صار اصلا وقتها عشان داخل شوي لو سمحت يا ابو؟ يعني النصر الحين انت تشوف ابو خالد النصر الموسم هذا ابو خليفه تصحيح ما في شيء كويس. لا يا ليش حنا مشكلتنا نكسر في نادينا ونكسر في بعض يا ابو خليفه. هذا اللي نشوفه بالمساحه حقت ابو سلطان يا اخي، كل مساحاته قاعد يطلع عيوب نادي النصر الفتره دي. ابغى اشوف انا الحين هذا عيب ابو خليفه. سؤال ابو خليفه وش العيب هذا اللي يرتكبه النصر؟ وش العيب اللي يرتكبه النصر خلاه جرم انه ما حقق؟ طيب هذا الشيء هل بيضر هذا نادي النصر ما هو مسجل لعيبه؟ هذا النصر المساحه ايش مكتوب في اسمها فوق يا بعد قلبي؟ ترى الاتحاد والنصر ما هو بشرط نقدر نحط الاسماء حقت الانديه اللي غير مؤهل، ونقدر نقول انه لو حطها النصر بالذات هذا استقصاد من ابو سلطان. بس دامها سؤال للجميع، ترى قاعدين ناخذ ونعطي في نادينا وش الصح وش الخطا. ابو خالد يعني نسكت يا ابو خليفه. لا يا رجل ما نسكت. ما كل شيء بس كل شيء نفتح عليه مساحه. يا جماعة الخير اللي ماخذنا مساحة انه نفس نظام راعي البيت، ولد كم يدخل لحد يدريبه وغيبوه يا ولد تراك ضايع يا ولد. عادي نسولف عن كرة قدم يا عيال، وش السالفة؟ نقاط حوكم خذاه النصر ما خذاه يا ولد. وش بلاكم انت ابو خليفة يا ولد؟ بلاك ما كنت كذا يا ولد.
فكه يرحم امك، فكه يا ولد، خلاص لا تصندد نيتك عادي يا ولد. طيب النصر سيء ومسلي خايس وما حقق الحوكمه واجلدوا ام النادي كذا كويس. يا ابو خليفه انا بس نلتقي انا وياك عند نقطه معينه. حنا اذا تكلمنا ترى ابداء الراي انا اقدر، حنا ترى جمهور نعدل، حنا ترى نشوف الوضع. يعني النادي الان باعضاء الشرف اللي موجودين يشوفون الحوكمه. تقنعني الربع الثاني الربع الجاي هل بيصير فيه حوكمه لا سمح الله؟ بتصير 7 مليون. وش راح تقول يا ابو خليفه؟ تبي تقول الله يبيض الناس اللي قاعده تضغط الاداره على انها تعدل من الوضع يا ابو خليفه؟ احنا ما احنا بضد، احنا ما احنا بضد. لحظه يا ابو ركان، احنا ما احنا بضد الاداره او معها، لازم نجي نمسك العصا من الوسط يا ابو خليفه انت وغيرك. والله يا ابو خالد مثل ماسك العصا مع النص. اجل وش هو؟ والله انك ماسكها من طرف ابو خالد. والله العظيم. اسمع الموضوع باختصار، قضيتين طلعت في الوقت الراهن على النصر، منعته. طيب خذها مني انا يا ابو ركان. شوف قسما بالله العظيم انك ما تدري منين هي هابه وان يا ولد عقر. انت ايش فيك انت تقلل؟ انت ايش فيك تحقر ابو ركان؟ انا تكلمت انا وين انا هابه عشان الكلام ما نسب. انت تبحث. اصبر انت تبحث. ثواني ابو ركان سؤال. اصبر يا اخوي دقيقه خليني اكمل كلامي. انت الان يا ابو فريح قلنا لك الان رح اقر يا اخي انا رجال يا رجل اسمع الكلام مني يا ابو فريح. اصبر رح اقر. ترى مو بعيب انك رحت تقراها. ترى طلع كلام عالمي، ترى طلع كلام عالمي 17 ترك مدير له بالاعتذار، طلع كلامه صحيح. ياثم ما قبل يده الكريم. لا ما في بالياثم، تفتح مساحه من اسباب اقر عشان تحصل على الحوكمه لازم تحقق شروط. ايوه وش الشروط؟ قرأتها لك قبل شوي. وش تقرا هالكلام؟ عطنا يا ابو ركان له انت من جديد تكفى. من جديد بالله تكفى يا ابو فريح. دقيقه بس عطنا حبه تكفى. يلا يا اخوي هنا يقول لك بس مقاطع دقيقه بس. يقول الاستراتيجيه والقياده، الاداره والتسويق، الالتزام والتحكم والرقابه، الاداره الماليه، الانشطه التسويقيه والفعاليات. انت الان اشياء ولا وحده فيها عن اللاعبين يا ابو ركان. يا اخوي لا اله الا الالتزامات الماليه وشي؟ الالتزامات الماليه وشي؟ انت تقول الاداره الماليه والالتزامات الماليه؟ اي والالتزامات الماليه وشي؟ انا اسالك الان هي التزامات ماليه ولا اداره ماليه؟ معليش اسمحوا لي بس شوي. لا معليش على الكتم بس رجاء انا بفتح المايك بس لا حد يفتح مايكه. لا الحديث بالطريقه هذه. انا تركتكم وانا قاعد اتسمع لكم اليوم وكنت اتمنى انه تدخلون بنقاش علمي. مو القضيه ترى ما هي قضيه هب. احنا قاعدين نتكلم عن حوكمه اداريه. الحوكمه الاداريه ما هي متعلقه بجزء واحد فقط ونترك الاجزاء المهمه. قضيه الترويج الان انه والله سبب فشل نادي النصر بتحقيق الحوكمه الاداريه انه قضيه جوليانو وحمد الله، هذا عارم من الصحه. ما لها علاقه اطلاقا. اعطيكم اياها من الاخر، ما لها علاقه مره. عندي 5 اسس ذكرتها الان، 5 عناصر ذكرها ابو ركاد. المشكله انه يقراه ولا هو فاهم وش معناها. الاداره الماليه ما تعني القضايا. لو كانت القضايا كان وضعت الاداره القانونيه، كان وضعت القضايا. الاداره الماليه تعني العمل المالي في النادي. العمل المالي في النادي، عمل الاداره الماليه. ينظرون لعمل الاداره الماليه هل حقق النسبه اللي هي من 6 كم حقق. شوف لي بقيه العناصر كم حقق النصر من 7 وليس من 6. كم حقق من 7؟ لانه لابد ان يحصل على او ان يتاهل النادي للحصول على المبلغ المالي وانه يكون حقق المعايير، ان يحصل على 6 من 7 في النسبه العامه. فما يحصل على هذه الا اذا حقق نسبه عاليه، تكون النسبه النهائيه 6 من 7. فشل النادي، نادي النصر والاتحاد وبعض الانديه فشلت في تحقيق هذه العناصر. ارجع للعناصر وتاكد وش نقاطه. ايش علاقه جوليانو او قضيه لاعب او
قضيه حمد الله او اي قضايا، هذه ما لها علاقه. اللي قاعد يروج له يحاول ان يوهم الجمهور. فرجاء ابو ركان، ابو سلطان انا ودي انه نسمح لاي احد عنده اضافه في الموضوع هذا، اذا كان من طرف غير النصر والاتحاد، انه بس يتكلم لنا عن نقاط الحوكمه، اذا كان في عنده يعني اثراء بس بالموضوع هذا اللي عنده حياه الله، اللي عنده اي اثراء في الموضوع. انا والله شوف ما ابي استاثر بالحديث واتكلم واشرح كثير، ابي اسمع بس الاراء. الان انت الان قلت ما ابو ركان يقرا ولا يفهم، الظاهر اللي يقرا ولا يفهم انت يا ابو. معقول هذه واحده، لانه اصبر احمد السويدي اصبر دقيقه الان ارجع اصبر انت اصبر يا ابو فريح يا اخي انت كلام يا ابو. احمد السويدي قال لك تقرا ولا تفهم؟ قال لي تقرا ولا تفهم وسكت يا ابو ركان. لا كان كاتمنا، انا رديت عليه. الان انت تسال، الان ابين للناس احمد السويدي اصبر، انا بثبت قدام الناس الان ان احمد السويدي يهرف ما لا يعرف وجاي يفتح مساحه بشيء ما يفهم. يا احمد السويدي ارجع الان وروح شوف النصر كم نقاطه وليش هو غير مؤهل. ترى حقق الارقام. مشكله نادي النصر يا احمد السويدي، ارجع هنا انا اقول لك النصر غير مؤهل. انا ارجع الكلام غير مؤهل النصر. الاستراتيجيه والقياده حقق فيها 6.44. الاداره والتشغيل 5.93. الاداره الالتزام والتحكم والرقابه 6.16. الاداره الماليه 5.13. الانشطه والتسويق والفعاليات 6.17. النتائج الاجمالي 5.96. المشكله النصر يا احمد السويدي عند النصر اللي حققها النصر في الاداره حقته فشل في قضيتين: قضيه جوليانو ما خلصها، وقضيه اداريه. قضايا الاداريه والماليه حقت النصر ما خلصها. وين قضيه جوليانو؟ وين قضيه جوليانو؟ اسمعني يا احمد السويدي، انا لا طلعت على المايك بس انا ما اجيب من راسي. انا اعطيتك الان، اسمعني، انا اعطيتك الان ارقام النصر في الحوكمه. انا شايف ارقام النصر انت شايفها بس ما تفهمها، هذه مشكلتك يا احمد السويدي. انت ترمي الناس بما فيه. انت قلت كلام بتحزم به وانا اتحزم بكلامي. اسمع وانت ناقش احمد السويدي دقيقه ابو سلطان، انت اخطيت على ابو ركان في كلمتك المشينه. ابو ركان رد عليك بالحجه، ارجوك اعتذر واسحب كلامك. اسمع انا ما افهم، لا تقفل الباقي. انا ما افهم يا ابو ركان، فهمني وين موقع قضيه جوليانو وحمد الله اللي تقول علمناك. قلت لك الان، اعطيتك الان الفشل حق النصر في الاداره اعطيتك الان. اسمعني انا اعطيتك بالارقام. اسمعني وانا اخوك، انا اعطيتك بالارقام. ابو ركان الارقام سبب النصر ما اخذ الحوكمه. فهمني وانا اخوك. ارجع للناس اللي ارجع في الجميع. السبب قضيه على النصر، قضيه ماليه. وين ما هي قضيه. شوف، ما هذه قضايا ما هي ماليه، هذه قضايا قانونيه ليس لها علاقه في القضايا الماليه. الاداره الماليه شامله كل شيء. راعي الاداره والتشغيل الان كم محقق النصر فيها في الاداره والتشغيل؟ ليش ما ركزت عليها؟ اعطني الان ما يثبت ان قضيه حمد الله وقضيه جوليانو هي سبب مباشر في عدم حصول النصر على الكفاءه الماليه، على الحوكمه الاداريه. وين هي؟ اعطني اياها، لا تقعد تقول لي كلام يا اخوي. الان اسمعني يا احمد سويد. كثر القضايا على نادي النصر، لأنه سبب إدارة. يا أخوي هذه هي يا ابن الحلال، كيف بدك تفهمها؟ يا أبو ركان رجاء كلمني بالمنطق. وين أعطني عنصر واحد في قضايا، لا تدخل لي شيء ما هو موجود. ابو ركان ارجوك انك ترفع مستوى الدبلوماسيه عندك بالمساحه، ما تضطر الكتم يا ابو فريح بالله تكفى لا تقاطعني. مش منطق يا ابو ركان يا اخي، لا تقاطعني يا ابو فريح. يا اخي هذا استغلال للسلطه يا ابو ركان يا اخي، انا ضد الاستغلال يا اخي. ابو فريح رجال، احنا نتكلم بمنطق، الناس تفهم تحت، الناس تبي تسمع. فرجاء لا تاخذون طقطقه. الان يا ابو ركان انت مركز لي على فقط وش عليه؟ على نقطه القضايا. أعطني القضايا الآن وين موقعها؟ ما هي موجودة. إذا تكلمني عن الإدارة المالية وش يعني؟ وش يعني الإدارة المالية هنا؟ هي
فشل إدارة نادي النصر برفع التقارير المالية كانت ضعيفة جدا، كانت ضعيفة، وليس المقصود فيها أنه عنده قضايا. لو كانت قضايا كان وضع لها عنصر من ضمن العناصر الخمسة، لكن التقارير المالية المقدمة للوزارة اللي يقدمها نادي النصر للوزارة ما حققت النسبة المطلوبة. يعني هناك ضعف، التقارير ضعيفة. فلا تأخذني بأنه والله تبي تدخل مخي ومخ الجميع الآن أنه والله السبب قضية. وين أعطني وين قضية حمد الله وقضية جوليانو في عناصر التقييم الخمسة؟ ما هي قضية؟ جيب لي شيء دليل. الكلام ترى سهل جدا يا أبو ركان، بس الأمر بما هو أمامنا الآن في العناصر. أنا ما أدري وين موقع قضية جوليانو وقضية حمد الله. ركز لي على الإدارة المالية، وركز لي على إدارة التشغيل. هذه كلها ما حققت النسبة. أبو سلطان معلش سالم، أجيك سالم، بس بسمع أبو ركان. أبي يعطيني الآن قضية حمد الله وقضية أبو سلطان. تفضل. اسمع حبيبي، العدالة كم عنده إجمالي النقاط حقته؟ أصبر أبو ركان، العدالة كم عنده يا حبيبي؟ واخذ الحوكمة أبو ركان. أصبر، خلينا نوصل الفكرة بس دقيقة عشان نوصل الرجل هذا. وصلت لك معلومة نبني عليها حوار النقاش، معلومة واحدة نبني عليها حوار النقاش. أبو سلطان بس اسمح لي سؤال واحد بس. يا أبو ركان. تفضل يا سالم، تفضل. أبو ركان، ألو، الله بالخير للجميع. أبو ركان ذكرت أن في نقطتين اللي صوت مسموع يا أخوان. واضح يا أبو مشاري، واضح. الله يعطيكم. أول شيء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حيا الله أبو سلطان. دقيقة يا أبو مشاري، دقيقة. سالم يكمل. يا أبو ركان، مشكلة نادي النصر مع الحوكمة وش السبب؟ تسمح لي يا أبو سويدي؟ بس ثواني أبو. بس أنا في واحدة من الأخوات دارسة إدارة أعمال ورسلت لي بالخاص تقول الحوكمة هي قواعد أو مجموعة من الأنظمة خلقتها الإدارة اللي هي إدارة تخلقها بين الأقسام أو الأنظمة اللي رسمتها إدارة مسلي نفسها. وتقول أنا أتفق مع كلام الأخ أبو سلطان بشكل كامل. أنا عندي نقطة بس أبو ركان عشان يكمل نقاشه. أبو ركان، أنت ذكرت قضية حمد الله وجوليانو صح ولا لا؟ ممكن إضافة بسيطة يا أخوان بس وانزل. أصبر يا ولد، احنا نسمع الرجال ونسمع ذا. ترى أبو مشاري والله من اليوم موجود ورافع ايده يا اخوان على المنطق. ترى ما نسمح لنا احد من يتكلم دحين، داخل اصوات. ابو سويد ينمون عليك. ابو سويد راعي محل. ابشر يا اخي بخالف بس دقيقه ابو ركان، خلينا نشوف ابو مشاري تفضل. حياكم الله جميعا. انا بس اضافه على النقطتين هذه الحوكمه بالنسبه للنصر والاتحاد. طبعا الليفل حق النصر مرتفع، وزي ما ذكرت الاخت الكريمه، طبعا هذه ما لها علاقه بالقضايا الخارجيه ابدا. القضايا الخارجيه بعضها منظور ويعتمد عليها في الحوكمه، لكن اللي نزل من الليفل حق النصر لانه قيم نفسه النصر بنفسه 6 من 7 لانه على التقييم العام الماضي كان مرتفع، وبالتالي قيمه من 6 ل 7. لو كان زي الاتحاد راح اخذ الاتحاد فيها جيم، يعني تقييمه من 5 ولا وصل 5. زي ما ذكرت هو النقطتين اللي كان فيها النصر فيها اخفاق فقط، اللي هي الاداره والتشغيل والاداره الماليه. طبعا الاداره الماليه هي تقارير اللي ترفع دائما، تقارير ماليه ترفع سواء يعني مقابل القضاء الاحتراف وما الى ذلك. وبالتالي ابو مشاري عفوا على المقاطعه، انا اؤكد كلامك تاكيدا لكلامك. الهلال الان عنده قضيه جابريل في الفيفا، والاتفاق ايضا عنده قضيه سيدريك، ولا منعتهم. لا وخفق معلوميه الاتحاد الشباب والاتفاق. السلام عليك عندهم اصبر يا ابو الربع، اصبر هذا واحد يفتح المايك دقيقه دي. انت ايش قلت قبل شويه؟ توفي كلام. اصبر قال نقطه مهمه هنا يا اصبر. ايش غلطنا يا ابو ركان؟ خلى الرجل يوفي كلام، والله يرحم والديك. خلى الرجل يوفي كلام وبعد نجيك. تكفى يا ابو ركان. ابو مشاري كمل يا اخوي. الرجال قال نقطه مهمه. الله ايش فيك انت؟ شيء ثاني لا تكمل يا رجل. ايش فيك؟ لا عد التقارير ايش قلت فيها قبل شوي؟
التقارير غير مكتمله او ما اقنعت. وش السبب؟ تقارير ايش؟ عن ايش؟ ثاني مره اسمع كلامك انت قبل شوي، سمع ابو سلطان وسمع نفسك قبل. العقود الموجوده للاعبين المحترفين واللاعبين أيوة. هذه كلها غير اقنعت الاداره أيوة. في الاتحاد. عقود ايش؟ عد علي ثاني مره، اطربني عقود ايش؟ عقود اللاعبين، ما تتكلم في القضايا ما لها علاقه. اوكي عقود اللاعبين ومشاكل عقود اللاعبين ما هي دقيقه قضايا ما بخصوص اللاعبين. بيض الله وجهك، ردت على نفسك انت وصلت. ما لها دخل يا ابو ركان، ما لها دخل. لا ما لها علاقه. انت في القضايا لحظه يا ابو مشاري، ردت على نفسك. لحظه دقيقه يا ابو مشاري، انت رجال تقول قضايا جوليانو غير موجود في اللاعبين الان. الربع الاخير في فرق اللاعبين، في فرق. ويتكلم عن اللاعبين الحاليين يا ابو ركان. الحين خذوا وردوا على انفسكم الان. دخل بالصوت يا عزيز. لا ما اخذ بالصوت انا بس هذا الكلام. وقف عند النقطه هذه. خذوا وردوا على بعض. خذوا وردوا على بعض والسلام عليكم. عايز ذاك حتى سنيكرز الله يخرب بيتك يا شيخ. تكلم مشاري. ابو مشاري كمل جزئيتك. معلش سالم، لحظه لا حد يفتح المايك. كمل جزئيتك عشان ناخذ بقيه الاخوه وناخذ ارض. انا ودي الفهد ابو سلطان ابو تركي الفهد يطلع لانه ملم بالامور هذه، وهو موجود معنا بالمساحه. حياه الله، يطلب مايك وبالعكس نتشرف ابو تركي. هو خير من يتكلم في هذا الموضوع، بس انا احب ان يعني اوضح جزئيه لا تفرر معلومه خاطئه. ممكن انا بقول ابو ركان ممكن سمعها انه والله القضايا هي السبب. لا، القضايا ما لها علاقه في مساله الحوكمه. هي 5 عناصر ما حقق النادي اللي ما حقق النسبه المطلوبة لا يؤهل للحصول على الحوكمة. هذه واضحة، ما نبي نفصلها أكثر وندخل في عمقها، لأن التفاصيل في عمق هذا الموضوع يحتاج إلى وقت حقيقة كامل. لكن ما يديني واحد يقول لي والله لا السبب القضايا ما لها علاقة. الأندية أغلب الأندية عليها قضايا، منها الهلال عليه قضايا، الشباب، الاتفاق، ومع ذلك حق. يا رجل الآن النصر حكم عليه في قضيتين وعنده مشاكل إدارية ولاعبين ورفع تقارير. اسمعني يا أبو حا يا أخي، خذوا ردوا عن أنفسكم. الرجل قال قبل شوي كلام ما أدري يعني، قال كلام أداء عن نفسه، قال شيء، قال لك أنا أيد أبو سلطان، وقال كلام ورجع ثاني مرة لف ورجع كلام. وش الكلام اللي قاله؟ وش قال؟ اسمع من أنا قلت عده مرتين، قلت أنا عده ومشاري مرتين. التقارير المالية اللي قدمت يا أبو ركان. ايوه بخصوص ايش؟ التقارير الماليه بخصوص ايش؟ تقارير العمل خليني اكمل لك. ايوه اشرح لي. التقارير الماليه التي تقدم من الانديه لوزاره الرياضه، ايوه، للجهه المعنيه، يجب ان تكون تقارير قويه جدا. ولكن تقرير نادي النصر ضعيف. وش الدراك اللي تقرير النصر ضعيف؟ لانه ما حقق لا وش كان تقرير النصر عليه؟ شلون انا عندي الاجابه احمد. تقرير النصر عليه دقيقه انزل يا ابو سلطان. ارد كان انا اقول النصر لماذا كتب ابو سلطان؟ النصر حط نفسه في ليفل عالي وقيم نفسه من 6 من 7 على الماضي. لو النصر كان تقييمه 5 حصل على الحوكمه السنه هذه. لأن شوف الآن عندك أبها والقادسية والرياض والرائد كلها حصلت على الحوكمة، وهذه عندها قضايا وعندها ديون وعندها قضايا لاعبين في أنا أبغى التقرير الإدارية المالية. وش تقرير النصر؟ عشان كذا لقيت أبو سلطان، جيت على الخاص قلت يا أبو سلطان فسر الجماعة كلهم وش معنى. إذا فسر مع الحوكمة عرفت هذا. طيب بس بعد إذنك يا إخوان دقيقة، حنا ودنا نأسس الحوار نستفيد منه ونفيد غيرنا. الجدليات هذه يا ابو ركان ما احنا جايبين جحفل وشايب الغاص تقعد تناكخ خلق الله. معلومه اللي عندك موجوده اعرضها والجميع يعني هو اللي اما ان نقعد نتجادل ونتناقش. معلومته غلط ابو ركان، لا يجي ما راح نستفيد. معلومته غلط. وانا ودي بغض النظر يا ابو سلطان لا تفتح لنا غلط ولا صح بعد يبلشنا. اصبر، انا ودي ابو تركي يعني هو رجل ملم بالامور هذه وسبق انه عمل،
ودنا اقل الايمان نثري نفسنا موضوع الحوكمه هذا اللي لنا الحين تقريبا 3 سنوات ونحن عارفين وش. فودنا اذا في احد من الاخوان ال700 اللي موجودين معنا بالمساحه يثرينا بهالنقطه هذه بيض الله وجهه. وجميع الاخوان هنا، المساله ليست جدليه. المساله ما هي جدليه، ما هي قدعنه كذا وتحزب وتعصب الراي. نبغى المعلومه الاكيد، هذه النقطه. النقطه الثانيه، الاخت نورة الهاجري فوق والدتها توفت قبل 5 أيام وخير الصدقات سقي الماء. الحالة موجودة فوق، تكفون يا الربع، والله أنه من أعظم الصدقات سقي الماء. إذا ما عليك ممر، اللي يقدر يسوي رتويت للحالة بيض الله وجهه، واللي يقدر يدعم بما تيسر الله يبيض وجهه. خلنا نسمع كبير القارة عنده نقطة مهمة الآن بيذكرها برضه، هو اتحادي. خل عندك الكنترول يا أبو سلطان، بس ما ودنا يكون تدخلات وثنائيات. لا اللي ما عنده تفاصيل وفهم بالموضوع كامل، هي ما هي قضية إني أبى أسمع كلمتين وأجي أقولها. ما جدليات. نعم، تفضل يا كبير القارة. كبير القارة، زاد فضلك، أسعد الله مساك حبيبنا أحمد السويدي نور، حياك الله. الله يطول عمرك. الحبيب الغالي محمد مستر محمد الاتحادي وسوب الراوي والموجودين في المساحة، وأبو خليفة الجدلي الكبير الصنديدي، بيني بينه مواقف كثيرة، الله يسعده ويسلمه ويمسيكم بالخير جميعا. شوف يا أبو، أولا القضايا ما لها علاقة، لكن إلا بأحكام صدرت، أحكام نهائية صدرت يكون لها علاقة. لأن أنت مطلوب تقدم تقارير. أولا عشان نفهم بختصر لكم، بقرأ لكم جزئية بسيطة جدا يمكن ما تجاوز 5 سطور، راح توصل فكرة كبيرة عندكم. مفهوم الحوكمة وفق منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بأنها نظام يتم بواسطته توجيه منظمة الأعمال والرقابة عليها، وهي هيكلة تحدد وتوزع الواجبات والمسؤوليات بين المشاركين في المؤسسات مثل مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين وغيرهم من أصحاب المصالح، وتضع القواعد والأحكام لاتخاذ القرارات. يعني لابد أنت تقدم تقارير عن كل إدارة داخل النادي. إن الأندية الرياضية ليست نشاطا رياضيا فحسب، وإنما هي منظومة متكاملة تدر أرباحا على مستوى الأنشطة التجارية. والمتابع للمشهد الرياضي يعرف حجم العقود والصفقات والرعايات وقيمتها التي توقع سنويا، وكذلك إيرادات من حقوق بث المباريات والدعايات وغيرها الكثير التي تجني الأرباح. فإن تجاوزها النادي بتقديم تقارير مفصلة، معناته راح ياخذ النادي النسبة اللي هو يأمل فيها، اللي هو أصلا رفع طموحه إلى مثلا فئة ألف إلى فئة باء إلى فئة جيم. نادي النصر اللي حصل عليه واللي حصل على نادي الاتحاد، عندنا مشاكل في الإدارة، هيكلة الإدارة. لم تقدم تقارير لوزارة الرياضة بالشكل الصحيح، وعندنا مشاكل على مستوى الهيكلة الإدارية متفردين بها أشخاص قليل جدا ويمسكون كيانات كبيرة. المفروض أنه يتم تدعيم الإدارات بناس عندها القدرة اللي تمشي الكيانات بالشكل الصحيح وترفع تقارير على حسب طلب الوزارة. الوزارة طلبت تطوير، مفروض تقدم تطوير. أنت متنازل عن 20 مليون أو 25 مليون أو 23 مليون، هذا أنت حر، وهذا تقريرك راح يصدر كل سنة. التقارير تصدر من وزارة الرياضة وليست من اتحاد كرة القدم. على كذا القضايا اللي عند نادي النصر أو القضايا اللي على نادي الاتحاد، إذا تم البدء الحكم فيها حكم نهائي، تعتبر من ضمن الحوكمة، إن أنت خسرت النادي أو ربحت النادي. طيب عقودك الرعاية السنوية وين؟ تدخل من ضمن التقارير المالية، لأنه شوف برضو أنا بزيد لك في القارة الآن عدوك سم. الحوكمة المالية وش تشمل؟ تشمل تقريبا 6 نقاط: الضوابط الداخلية، السياسات المالية، التدقيق الداخلي والخارجي، سير العمل، الضوابط المالية، تتبع البيانات والتحقق منها، وأمن البيانات. هذه الحوكمة المالية اللي النقاط اللي تشملها. مثل ما ذكرت، لما يصدر قرار ويدخل هذا المبلغ المالي مثلا اللي حكم فيه على النادي، يدخل ضمن التقارير. لكنه يجيني واحد يبي يقول لي لا، سبب عدم حصول النادي سواء النصر أو الاتحاد على أنه ما حصل على الحوكمة، فشل فيها،
انه سبب القضايا الماليه اللي عليهم في الفيفا هذا تسطيح للموضوع وفهم خاطئ ولم يبنى على على نقول نتيجه صحيحه. خلينا نقولها هي تعتبر جزء لكن جزء بسيط جدا. جزء نعم. وان انت ذكرت تعريف، وهذا التعريف من ضمن عده تعريفات للحوكمه، وهو تعريف صحيح اللي ذكرته. هي هناك عده تعريفات للحوكمه من ضمنها ما ذكرته انت وما فصلت فيها الان، حتى وان كان هناك تفصيلات اكثر بهذا الموضوع. لكن انا اتمنى فعلا من يتكلم بمثل ما ذكرت الان في صلب الموضوع. وين خوينا ابو ركان يا ابو سلطان بن علي رب؟ لا ما نقول، يمكن انه عنده مشكله ونزل ولا شيء، ما ندري. تفضل كبير يا ابو سلطان، يجي الله يخليك. طيب اولا رؤيه الانديه تعتبر يا ابو كبير القاره يكمل. تفضل. سم والله ان كلامه درر صراحه. سم الله عدوك. لا والله انا ماني فاهم لهذه الدرجه، لكن انا قرات في هذا الموضوع كثير علشان افهم سببها من السنه اللي فاتت واللي قبلها، علشان نفهم ايش معنات الحوكمه، ايش بتفيد النادي. الفئه الف ياخذ 28 مليون، 28 مليون ما هي بسهله. 23 مليون للفئه باء ليست سهله. 20 مليون للفئه جيم ليست سهله. للاسف النادي الاتحاد ما توفق فيها. تخيل التسويق عند نادي الاتحاد 4.60، مع انك تملك اكبر قاعده جماهيريه حضورا في الملعب، يعني خلينا عشان ما ندخل جدليات، حضورا في الملعب. انت كيف ما استغليت هذه النقطه؟ احنا كاتحاديين زعلانين. انتم كنصراويه عندكم دعم ضخم وعندكم ماليه قويه. الخطا اداري بحت. الدوله تبغى توصل الانديه لمستوى الشركات الكبيره اللي تقدر تنجح نفسها بنفسها، لكن للاسف باقي بعض الادارات ما زالت ما وصلت للمرحله اللي تخلي المشجع يكون مرتاح بالعربي الفصيح. نادي الاتفاق ماخذ فيها ألف وهو عنده قضيه فئه ألف، معناته عنده عمل داخل النادي اداري بحت. اداري بحت. كل الملفات اللي طلبت من الوزاره تم الرفع فيها، عشان كذا يقدر ياخذ الدعم الحكومي. نادي الاتحاد السنه اللي فاتت اخذ الدعم الحكومي، كان العمل صحيح. السنه ذي للاسف ما تحصلنا عليه. المفروض ان اللي يمسك الانديه، وهذا اللي بيصير بعد الحوكمه، راح تكون الوزاره بيكون لها وقفه على مستوى الناس اللي بيتقدمون ليرأسون الانديه. كل واحد بعد ما يخلص فتره الرئاسيه راح تبين ملفه بالكامل، راح تكون محاسبه بالكامل للكل والجميع، لانها تعتبر الانديه منذ اعلانها انها في رؤيه 2030 راح تكون بالشكل الصحيح، تبنى بالطريقه الصحيحه. ما عاد في شيء اسمه لخبط واشتر لاعب وود لاعب وجيب لاعب. انت راح تكون مسؤول عن كل قرار تتخذه، تعتبر كانك اختلست من خزانه النادي. طبعا الكلام هذا بيكون من السنه الجايه او ربما السنه اللي بعدها، لكن الطريقه اللي قاعد ندور فيها الانديه الان للاسف ناديين كبار مثل النصر والاتحاد ما تم حصلوا على الدعم، والسبب اخطاء اداريه. مفروض توظف الناس اللي تحتاج محامين داخل المنظومه، تحتاج ناس محاسبين واداريين داخل المنظومه. ما عاد في شيء اسمه اشتغل بس كذا واشتري لعيبه وود لعيبه وانسى ويجي رئيس بعدك وتروح وتورط النادي. ما عاد في الكلام هذا. تحتاج الى كفاءات اداريه متمكنه، يعني تحتاج الى كفاءات اداريه متمكنه في العمل. هذا الكلام حتى الاداره نفسها المفروض انها تعرف عملها. مفروض الاداره تعرف عملها وتعرف من توظف، تعرف من تحط في المكان الصحيح علشان ترفع التقارير للوزاره بالشكل الصحيح. ما يطلع تقريرك بشكل تاخذ عليه درجه متدنيه، سواء في الامور الماليه او في الامور الحوكمه ولا في التسويق والمشاركات والفعاليات. شيء يعني بصراحه غير مرضي لا لنا ولا لكم. اسعد الله مساكم جميعا، شكرا لاتاحه الفرصه استاذ احمد. قاره بس جزتي يا كبير قاره ممكن؟ والله ما عندي الخبره ولا انا محامي، لكن لا ممكن. لا ما هو عن هذه، انا اتكلم الحين مثلا عن الحوكمه. من هو المسؤول عن تطبيقه داخل النادي؟ يعني رئيس النادي دائما. هو المدير التنفيذي. يا ابو فريح واضح ما يبغى له. هو المدير التنفيذي عمليا، لكن انت كرئيس نادي ليش تعين مدير تنفيذي ما يحمل الكفاءه؟ واضحه وصريحه. انت علشان كذا السهم الاصفر اليوم مشتغلين عليه. طيب يعطيك العافيه. الله يعافيك يا حبيبي. جت في مقتل تغريدتك اليوم يا ابو فريح، جت في مقتل. المشكله في توزيع المهام يا ابو فريح، المشكله في توزيع المهام، ما في توزيع مهام. المهام تكون على الرئيس او المدير التنفيذي فقط، والبقيه كلهم ما يشتغلون. هذا المقصود، انما توزيع المهام. لا 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 لا, لا يا ابو مشاري، شوف بالنسبه للمهام والاختصاصات واضحه حتى في اللائحه الاساسيه للانديه. يعني الرئيس التنفيذي عنده مهام
وقد تسند له مهام ايضا من مجلس الاداره اضافه على المهام اللي عنده. مساله توزيع المهام واضحه، لكن هو الرئيس التنفيذي هو المسؤول المباشر عن الحوكمه. طبعا اتفق مع كبير القاره انه الخطا يعني يعود الى رئيس النادي في يعني اختيار الرئيس التنفيذي اللي يعمل ويحقق العمل الناجح على المستوى الاداري كاملا. لانه انت لما ترفع تقاريرك او حتى ترفع تقارير سابقه مثلا وتضع ليفل محدد انت راح تصل له، لابد ان تكون تقاريرك سليمه تحقق هذا النسبه المطلوبه يعني لتحقيق ما يعني ارادته الاداره. لكن انت ليه وش اسباب الفشل؟ اعود وارجع الى عمل الرئيس التنفيذي، هل فعلا طبق العمل بالشكل الصحيح؟ طيب اسالك سؤال انا ابو سلطان. تفضل ابو سلطان. اضافه بسيطه اخر شيء، زي ما قلت النصر رفع الليفل عالي. يعني النصر لو كان يعني قال مقيمون من 20 مليون يعني 5 النصر حقق الحوكمه ترى الربع الاول. طيب. لكن النصر رفع الليفل الى فئه باء اللي هي من 23 مليون. اخفق في عنصرين. لو النصر كان تقييمه من 20 مليون يعني 5 مليون كان حصل على الحوكمه وانتهى المشكله. لكن كل واحد يعني انت قيم نفسك على قدراتك وعلى يعني اللي تقدر عليه، لكن رفع الليفل عالي وبالتالي كان تقييمه يعني بالطريقه هذه فقط لا غير. يعطيكم العافيه، السلام عليكم. طيب ابو سلطان، الحين عرفنا النصر، ممكن نشوف الاتحاد ليش ماخذ الحوكمه؟ انا قاعد اشوف كذا اعطونا دور عشان نوضح. ابو خليفه يلا هلا. انا بس بكمل جزئيته قبل شوي. ايه تفضل. الله يمسيكم بالخير الجميع. قبل شوي ابو راكان ذكر ان سبت القضيه هذه حمد الله وجوليانو، وحمد الله مع اداره مسلي مو هذا ادارته السابقه. علي المرشود البارح بنفس البرنامج يقول ستقوم اداره النصر بالاجتماع مع لجنه الحوكمه بعد استراتيجيه الدعم، وكثير من القضايا ضد النصر هي سبب ادارات سابقه. طيب حمد الله مع اداره مسلي مع ادارات سابقه. لا شوف يا سالم اللي بي يحصر السبب في القضايا هذا يسطح الموضوع ويبي يغطي الفشل الاداري الموجود. بالضبط. فلا احد يضحك علينا، نعرف ونعلم ومتاكدين. طيب تكفى خلاص ابو سلطان، تكفى ابو سلطان. عرفنا انه الاداره الحين لعبت علينا ولا حد يلعب، بس بنشوف كذا ليش ما اخذوا. لكن بتشوف بس لحظه سالم، بتشوف تدري ليش ابو سلطان؟ بتشوف الحين كيف يدافعون عن ناديهم وكيف. طيب ممكن. طيب اوكي، من حق ارد ابو احمد السويدي. لحظه يا كبير القاره. اول شيء معنى لحظه يا سالم. كبير القاره هنا. حلو جيبوا ابو خالد مهند تكفون. تكفو انت طيب يا كبير لحظه. اول شيء معنا الشريك الجميل مستر محمد وهو اتحادي، بس خلونا نسمع مداخلته ومشاركته وبعدين نشوف كبير القاره يفصل لنا. وهذا ابو تركي الان طلع على المايك، برضو نرحب فيه. ابو تركي حياك الله ابو تركي، بس خلينا ناخذ الشريك وديك ابو تركي. تفضل محمد. هلا ابو سلطان، مساك الله بالخير والاخوان جميعا. هلا حياك الله. والله شوف يا ابو سلطان، انا صراحه ماني ملم يعني بشكل كبير، فعشان كذا ما اقدر افصل، بس انا دخلت استوضح يعني اكثر ما اني دخلت اطرح راي. طيب ما دامك دخلت تستوضح، اذا اسمحوا لي جميعا بوجود ابو تركي ما نستطيع ان نتحدث عن هذا الموضوع لانه هو اكثر المام وخبره في هذا العمل. مساك الله بالخير ابو تركي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام. تحيه طيبه لك ابو سلطان، وتحيه لابو فريح، تحيه ايضا لاخوي محمد وابو خليفه وسالم وكبير القاره عبد العزيز محور ابو خالد، وايضا ابو غلا وجميع الاخوه والاخوات اللي اكرمونا بسماعهم. اعذرني بس على الصوت، عارض صحي بسيط. الله يحفظك ابو سلطان، لكن انا ودي اسمع طهور الله يحفظك ومن يسمع. ودي اسمع ابو خالد والاخوان اللي يسبقون على المايك لانهم احق بهالامر، وبعدها ان شاء الله لكل حادث حديث. الامر سهل. لا ابدا سامحين لك يا بعد قلبي، اعطني اللي عندك يا بعد قلبي لان بيجي كلام عقب كلامك يا بعد قلبي. طيب في حديث
كبير جدا حول الحوكمة، وهذا أمر ليس بالغريب يعني، لكن ودنا نوضح مسائل مهمة جدا. أولا معايير الحوكمة اختلفت من الموسم الماضي إلى الموسم الحالي، وأصبحت هناك معايير جديدة. هذا الأمر اللي حدث في الربع الأول أنا لا أعد بالفشل الكبير. الإشكالية إذا استمرت هذه الحالة في الربع الثاني والثالث والرابع. لذلك هو أمر طبيعي لمن يتتبع حال الأندية، سواء النصر، الاتحاد، الخليج، أو حتى الأهلي وغيرهم من الأندية اللي ما اجتازت عملية التقييم مثلا مثل الفيحة ونحوه. الفكرة باختصار قسمت إلى 4 فئات: فئة ألف، فئة باء، فئة جيم، وفئة دال. فئة ألف يوجد فيها 3 أندية طبعا اللي اعتمدوا هذه الآلية، اللي هم الاتفاق، الهلال، الشباب، وجميعهم استحقوا، لأن معايير تقييم الحوكمة لديهم اختلفت. المعيار يتحدث عن نسبة انحراف الأداء الفعلي المالي، عن الموازنة التقديرية السنوية، وهذا أحد المعايير، وأيضا نسبة الإيرادات، فهو يهتم في المؤشرات أكثر بكثير من اهتمامه على الأرقام وتحديد البيانات. هذا الفرق بين معايير بين عملية الفئات. بينما في النصر في الفئة باء والفئة باء تختلف، لديهم تقريبا 5 أمور أساسية، اللي هي الاستراتيجية والقيادة، الإدارة والتشغيل، الالتزام والتحكم والرقابة، والإدارة المالية، والأنشطة التسويقية والفعاليات. الإشكالية اللي حدثت يعني أنا سأتحدث عن النصر. الأخوة في الاتحاد هم أحق في الحديث عن ناديهم وأقدر لأنهم أقرب، لكن سأتحدث عن ما حدث في النصر في الموسم الماضي. في أول ربع لم يكن جيد، في الربع الثاني والثالث والرابع كان ممتاز، واستحق التصنيف الفئة الأولى، وأخذ مبلغ الدعم المتعلق فيها. ومن يرجع للثلاثة أرباع الماضية يجد بأن النصر كان فئة أولى وحقق نتائج ودرجات تقييم كانت جيدة. الإشكالية اللي حدثت هي في تقييم ال3 أشهر الماضية. ال3 أشهر الماضية هو حدث نقص في درجات نادي النصر، يعني نتحدث عن تقريبا 0.7 من 100 أو من 10، وهذا فاصل يعني دقيق جدا، أو 0.6، وهذا فاصل دقيق جدا في المسألة. من يحدد نقاط الإشكاليات اللي حدثت هو التقرير المفصل اللي يبعث إلى النادي. يعني هذا التقرير اللي ظهر أمام الملأ من قبل وزارة الرياضة هو تقرير يعطيك تفاصيل عامة، لكن يوجد تفاصيل دقيقة لاحتساب الدرجات. هذه التفاصيل تعرض لدى النادي إذا طلبها النادي ليحدد الإشكالية الموجودة. شخصيا أرى بأن هذا الربع يعني إدارة نادي النصر ما أجادت التعامل مع الحوكمة بشكل جيد، وإن كنت أعرف الأسباب لكن لا أريد إظهاره، وبإذن الله أنه سيتم معالجته في الربع الثاني بمشيئة الله.